ايه معايير السعاده يا دكتور؟ يعني امتى اقول ان انا كده سعيد؟ طيب خلينا نقول ازاي اكون مبسوط، ازاي اكون سعيد. لو انا من البدايه كان عندي يقين بربنا سبحانه وتعالى، وان كل قضاء ربنا سبحانه وتعالى بيختارهولي وبيقدرهولي هو اللي فيه الخير، انا هكون مبسوط. بمعنى ان انا لو بطلت اكون ساخط واكون ناقم واكون شايف اي قدر من اقدار ربنا سبحانه وتعالى انا زعلان منه، انا عمري ما هكون مبسوط. فعلشان اكون مبسوط واكون سعيد اساسا ابقى شايفه ان كل اختيار ربنا سبحانه وتعالى بيختارهولي هو اكيد الخير، حتى لو كان الاختيار ده فيه وجع ليا. يعني زي مثلا ما بنشوف كتير في انتهاء علاقه عاطفيه، لو انا كنت في حد بحبه جدا ونفسي ان احنا نكمل مع بعض، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا ما اكملش معاه، لو انا بصيت ان ده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى اختار لي اني ما اكملش مع الشخص ده، بس شال قدامه ابتلاء تاني اصعب وانا ما كنتش هحتمله، زي مثلا لا قدر الله ان انا لو كملت مع الشخص ده في قدر تاني او ابتلاء تاني ان انا يجيلي مرض مثلا خطير، كانسر مثلا لا قدر الله، هختار ايه؟ اكيد لو اي حد فينا كان في قدامه اي خيار والاختيار التاني ان هو يجيله مرض ومرض خطير يكمل حياته بيه، لا هيكمل ان هو يتحرم من الحاجه اللي كان بيحبها او اللي كان يتمنى ان هو يحققها. فانا علشان اكون سعيد فعلا ان انا اكون بالفعل راضي باي قضاء ربنا سبحانه وتعالى، فكره الرضا، فكره اليقين بان ربنا سبحانه وتعالى اختياراته لينا هي الخير، فكره ان انا بالفعل احط قدامي ان في حاجه كبيره اتشالت انا ما كنتش هحتملها، فبالتالي اختيار ربنا سبحانه وتعالى حتى لو مش على هوايا، حتى على لو في حرمان من حاجه انا كنت اتمناها بالفعل، حتى لو كان في وجع وفي الم، فاكيد هو ده اللي فيه الخير ليا. فعشان اكون سعيد انا لازم اكون راضي. فخلينا نقول السعاده يعني رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا دكتور، لو حبينا نتكلم عن العلاقات ممكن نقول ايه اللي العلاقه محتاجاه علشان تكمل وتستمر؟ اي علاقه في الدنيا، علاقه زماله، علاقه صداقه، علاقه حب، علاقه جواز، علشان تكمل وعشان تستمر انا من وجهه نظري شايفه ان هم في اساسين لا تخلو اي علاقه سويه من وجود الاساسين دول: واحد الصدق والوضوح، اتنين الاحترام، والاتنين ما يقلوش قيمه ابدا عن بعض. بمعنى انا مش ممكن ان انا اكمل في علاقه مع شخص ما الشخص ده كذاب، لان هو لو مش صادق يعني كذاب. فالشخص الكذاب انا مؤمنه تماما ان هو شخص لا يؤتمن. مش ممكن اكون بكذب علشان ما ازعلكيش او عارف ان الحقيقه ممكن تزعلك، لا، فانا عايز احافظ على العلاقه فبضطر اكذب علشان احافظ عليها. لا، ما هو انا بقى لو انا اديت مبرر بقى للكذب فانا هلاقي ان في مبررات لا نهايه لها، وهلاقيني ان انا بكذب عمال على بطال. فانا من البدايه ليه اكذب وليه ما اكونش واضح وصريح؟ يعني خلينا من البدايه واحنا بنبني العلاقه خلينا شايفين ان العلاقه دي كيان، تمام؟ الكيان ده انا عايزه اخليه ناجح وعايزه اخليه يستمر وعايزه اخليه يكمل. الكيان ده علشان يكمل اول اساس يتبني عليه هو ان انا اكون صادق، تمام؟ بمعنى خليني اقول لو انا دلوقتي عارف ان اللي قدامي ده اللي انا مكمل معاه حياتي بيكذب عليا، فانا اسفه يعني هتبقى عيني في وسط راسي زي ما بيقولوا، مش حاسه بالامان. انا ممكن ابقى نايمه على المخده جنبه مش حاسه بالامان، مش مطمنه له، مفيش ثقه ما بيننا. هل يمكن ان العلاقه تكمل مع حد انا مش مأمنه له، انا مش حاسه بالامان ناحيته، انا مش واثقه فيه، مش مطمنه له؟ لا هامنه على نفسي ولا على فلوسي مثلا ولا على الولاد حتى ولا على اسراري ولا على حكاياتي. هتبقى بتتكلم يعني الشخص اللي لا يؤتمن ده انا بتكلم معاك وخايفه ان كل كلام اقوله لك الاقيه تاني يوم متذاع على اذاعات كلها. وده بيحصل وبشوفه من ضمن المشاكل اللي بتتعرض عليا واللي بشوفها، ان مثلا الاقي الزوجه بتشتكي ان جوزها كل اللي بتقوله له بتبص تلاقي الناس كلها عارفاه، سواء بقى من اهله او من اصحابه. او الاقي برضو مثلا الزوج بيشتكي ان مع اول خلاف يبص يلاقي مشاكل البيت كلها موجوده عند اهلها، عند اصحابها، عند اخواتها. فهنا برجع اقول ايه؟ لا يؤتمن. فالشخص اللي مش صادق لا يؤتمن، الشخص اللي بيكذب لا يؤتمن. ده الاساس الاولاني. طب ممكن نبني على الاساس الاولاني ده هي فكره احترام ان انا صادق معاك، فانت الطرف الثاني هو مجبر وليس اختياري بالنسبه له ان هو يحترم كون ان انا صادق، بمعنى ان انا مش كل ما اجي اقول لك على صراحه او صدق حتى لو هو يزعلك فتبقى دي الماده الخام للخناق بقى. يلا نتخانق. لا طبعا. لمجرد ان انا جيت قلت لك الصراحه. طيب تخلي عليا عبء ان انا بعد كده لو في حاجه مش هاجي اقولها لك. حلو. وبالتالي خلي بالك بقى، وهل ده مبرر للكذب؟
لا طبعا. ان انا الطرف اللي ما هو قدامي أنا دلوقتي اصل كل ما لو- بقول له يا عم انا كنت تمام. بكلمك مثلا 2 مرتبطين فانا بكلمك النهارده فقلت لك صراحه، او بعد كده بقى نكدت مبرر عليك ان شهر كان قدام. المكالمه حلوه او القعده حلوه فانا ما رضيتش اقول لك الصراحه علشان ما ننكدش مع بعض، او انت كنت متضايق قوي النهارده وكان في بينا وبين بعض مشكله كبيره فانا كان عندي حاجه مخبيها عليك او ما رضيتش اقولها لك بحجه ان كانت المكالمه دي تمام. فيها جدال، فيها لو خناقه، احنا فيها لو احنا اخدنا مبدأ ان انا هخبي عليك الحاجة اللي ممكن ننكد فيها بسببها، فانا على طول الخط هلاقيني بكذب وانت على طول الخط هتكذب، صح ولا لا؟ مظبوط. فاحنا من البداية، وده برضو يرجعنا لنقطة ايه، وانا ببني معاك العلاقة من الاول واحنا في بداية الارتباط وفي بداية الخطوبة، اكيد الكلام ده بيبقى واضح على فكرة، واكيد الكلام ده بيبان في مواقف كتير. مواقف ايه؟ احنا واحنا من الاول بنبني واحنا حاطين رجلنا على اول سلمة، خلينا نتفق انا مش هكذب وانت ما تكذبش، خلينا نتفق ان ايا كان تبعات اللي انا هحكيهولك حتى لو هنزعل من بعض بس برضه هكون صادق، مش هكذب عليكي. اصل زي ما فعلا بيقولوا الكذب ملوش رجلين، ده حقيقي، هتتكشف، ويوم ما انا اكتشف ان انت كذاب فانت وقعت من نظري. هي هنا بقى في نقطة فاصلة جدا، نقطة اللي هو انت خليتني اعمل مجهود علشان اعرف حقيقة كانت ممكن تخلص بسهولة جدا لو انت قلت لي ان كان في 1 2 3. حلو، وده بقى نتفق عليه من البداية خالص. يعني احنا لو متفقين على الكلام ده من الاول واحنا بنبني الكيان بتاعنا ده عشان نبنيه صح، فاحنا واحنا بنحط الف ب في علاقتنا من البدايه، انا هشوف. عشان كده دايما اقول يا جماعه تريثوا، انتوا مستعجلين على ايه؟ يعني ايه الداعي ان انا استعجل في الخطوبه؟ خلي في بالك الكلام حلو جدا، ما فيش اجمل من الكلام، وحلاوة البدايات البدايات وجميل حلو جدا. طيب مين الفيصل في الموضوع؟ المواقف. هي المواقف والافعال بتاعتنا بتبين هو انا بحبك فعلا ولا لا، هو انا هبقى سند ليك ولا لا، هو انا هستحمل معاك ولا لا، هو انا عايزه اتجوز عشان اجيب فستان بديل واصحابي يشيلوا لي الديل ونعمل فرح والناس تتفرج ونتصور، ولا انا بتجوز ليه؟ فانا كل ده هيبان، بس استنى عليا، سيبني في وقت يبان فيها المواقف، تبين طبيعتي وتبين طباعي وتبين شخصيتي، ونشوف احنا الاثنين متوافقين مع بعض ولا لا. يعني خلينا نحط رجلنا سلمه ما نطلعش السلم من فوق لتحت. طبيعي جدا ان انا اطلع السلم من تحت لفوق واطلع سلمه، كل سلمه وكل درجه من السلم خلي في بالك انا بعرفك اكتر وانت بتعرفني اكتر، بيبان هو احنا متوافقين ولا لا مع بعض. علشان كده بيجي مثلا 2 بنحب بعض قوي بس بنكح خناق وبنتنفس خناق، طيب بتكملوا ليه؟ بحبه، بتحبيه ازاي وانت اصلا مش عارفه تتفاهمي معاه؟ يعني احنا دلوقتي واحنا في البدايه مختلفين تماما، مفيش نقطه اتفاق عارفين نقف فيها. انا على طول الخط مفسره تصرفاتك غلط، وانت على طول الخط تصرفاتي شايفها غلط، مش عارفين نلتقي اصلا في نقطه واحده. طب نكمل ازاي؟ يعني واحنا في بدايه المشوار بلا مسؤوليات، بلا اطفال، بلا فطور، بلا روتين، عندك الحريه ساعتها، انت في بيت وانا في بيت، لسه في لهفه، لسه في شغف، لسه في وحشه، والدنيا اكثر لطفا بكتير من بعد الجواز. بعد الجواز طبيعي سنه الحياه، في فطور، في روتين، شايفك وشايفني ليل نهار. مش بنقول ان الحب هيختفي، لو الحب صح وقايم على اساس صح الحب مش هيختفي ولا حاجه، بس سنه الحياه الطبيعي انه يزيد، طبيعي انه يزيد، يعني مش يقل ويجي بعده او يحل محله التعود لمجرد ان انا اتعودت انك في حياتي. مش احنا بنتكلم في قدر اللهفه والاشتياق وكلام من ده طبيعي ان هو ما يبقاش بنفس القوه، لان وانا في بيت وانت في بيت ده طبيعي جدا. الطبيعي ان هو يزيد، التعلق يزيد، واحساسي انك سندي وان انا ابقى مطمنه ليك اكتر ده يزيد، احساسي ان الامان بتاعي وجودك في حياتي ده يزيد، احساسك انت ان انت معاك زوجه ظهر وسند ليك في المواقف، في الشده، لا قدر الله وقت تعبك، وقت مرضك، وقت احتياجك، وقت لا قدر الله اي ضائقه ماديه انت تمر بيها هتلاقيها سندك، ولا يلا باي باي انا ما اشوفك في وقت لاحق. يعني لا، الطبيعي انها تزداد قوه، والطبيعي ان يحصل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه الموده والرحمه، ده الطبيعي. طبيعي ان هو يبقى سكن ليا وانا سكن ليه، ده الطبيعي. فاذا كان اللهفه بتقل او اللهفه ما بتبقاش بنفس القدر ده عادي، لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل الارتباط الاقوى اللي احنا بالفعل بنبقى كيان واحد وبنبقى شخص واحد، بتبقى همومنا واحده، مشاكلنا واحده. ما ينفعش مثلا ان انا تبقى مشاكلي مش مشاكلك، انا مالي
او ان انت انا اقول لك انا مالي اتصرف، عندك مشاكل ماديه او في ظروف الحياه الضاغطه والدنيا والظروف دلوقتي الماديه طبعا صعبه على ناس كتير وعلى الكل تقريبا. ما ينفعش ان انا اقول لك مش بتاعتي، ما شيلش معاك. ما ينفعش ان انا اقول لك انا دي طلباتي وانت تصرف. ما ينفعش ما اكونش حاسه بيك. استشهادا يعني بكلام حضرتك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشارك السيده خديجه حتى في الشغل، يعني ما كانتش علاقه زوجيه وواقفه عند ده بس، لا ده كان حتى في البيزنس كانوا مشاركين بعض على ما اتذكر في الفلوس وفي التجاره وفي كل شيء. أكيد. اللي هي ما كانتش جانب واحد من جوانب الحياه هي شريكه فيه كزوجه، لا تقريبا في 90% من جوانب الحياه، وشركته في الدعوه وسبورت ليه. هو الاساس هو ينفع ان احنا نكون زوجين وما احسش بتعبك. ده بشوفه كتير جدا برضو في المشاكل اللي هي بيبقى فيها المشاكل الاسريه والكلام من ده. ازاي الزوجه مش شايفه تعب جوزها، مش حاسه بان هو راجع تعبان، مش شايفه ان هو بالفعل وقت طويل وجهد كبير وكل اللي قادر يعمله علشان البيت وعشان الولاد وعلشانها وعلشان يحقق ويوفر حياه كريمه ليهم. ازاي هي بتكون في اوقات كتيره بنلاقي في قدر كبير جدا من الانانيه واسفه لا شعور ولا احساس بكل اللي جوزها فيه. ازاي يعني ازاي هل انا كزوج هبقى مقدر ده لمراتي، ولا مع الوقت هيبدا يحصل نفور منها؟ انا هبتدي ازاي انا اي شخص قدامي حتى لو مش زوجه، لو الشخص اللي قدامي مش حاسس بالتعب اللي انا فيه، ازاي او مش مقدره او مش حاسس ان انا بالفعل ببذل مجهود وببذل اقصى ما في وسعي علشان الاسره دي تبقى عايشه حياه كريمه، لو انا مش حاسس بده انا كزوجه. هل بيبقى في مؤشرات قبل الجواز بتقول ان الشخص ده ممكن يعمل كده؟ ممكن يبقى مش على قدر المسؤوليه. طبعا وعلى فكره سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مورينا الصوره واضحه جدا، بس احنا اللي مش عايزين نشوفها. بس زي ما بقول لك لسه من شويه بحبه مش قادره، بتحبيه مش قادره. ازاي انت بتختلفي معاه الصبح والظهر وبالليل؟ انت بتختلفي معاه اكتر ما بتتفقي، انتوا مختلفين. يعني دايما بنقول في الاساس الصح اللي احنا بنبني عليه علاقه زوجيه واحنا بنختار، احنا في وقت الخطوبه ليه بنقول نتريث ونستخير، وقت لما بحس ان لا احنا مش منافعين مع بعض لازم افكر مره واثنين وعشرين وثلاثين. تمام؟ بيبان الخلاف، بيبان ان انا وانت مش متفقين، بيبان ان انا طباعي وطباعك مختلفه. يعني خلينا نقول مثلا لو انا حد اكتف جدا ومتفائله جدا وشايفه الدنيا حلوه وجميله وان بكره احسن، وحضرتك على العكس تماما مش باصص للدنيا غير بنضاره سودا، بتصحى تقول لي صباح الزفت بكره مش عارفه ايه الدنيا ايه، احنا داخلين على مجاعه، الدولار داخلين على مجاعه، احنا مش هنلاقي ناكل، ودينا موجوده جدا جدا في كتير من البشر. طيب ومش عايز تقوم من مكانك، مش عايز تقوم من السرير، وشايف ان مفيش شغل ومفيش حاجه نعملها والدنيا مش عارفه حصلت ايه، مستحيل نكمل مع بعض. انا بعد شويه مهما كنت بحبك انا مشاعري ناحيتك هتروح هتفنى تماما. مش ممكن افضل احب انسان مختلف عني، مش ممكن ابقى انا شايفه الدنيا حلوه وان احنا لازم نجتهد وان احنا نسعى وانت عكسي تماما. انا ماشيه في طريق وانت ماشي في طريق زي شريط القطر كده بالظبط، لن نلتقي تماما، لن نلتقي ابدا، مش هيحصل ان احنا نتقابل. فلازم في طباع ما ينفعش في مثلا اختلاف. في حد بيهتم قوي مثلا بالجانب الديني وبالناحيه ان انت لازم تكون بتصلي ولازم تنزل تصلي في المسجد ولازم مثلا صلاه الجمعه ولازم كذا ولازم كذا، وانت مش بتعمل ده تماما. انا دلوقتي بحبك جدا، بعد شويه لو انا حد بقى بيقوم الليل وبيصلي وبيجتهد في الفروض وملتزم بيها وكذا وكذا، احنا مش هنبطل خناق. جميله قوي النقطه دي. خلينا نقول ان تاني مقوم او تاني اساس علشان العلاقه تكمل وتستمر لازم اكون بحترمك. يعني ايه بحترمك؟ يعني بحترم مشاعرك، براعي انت بتحب ايه، تتضايق من ايه، وبحافظ على ده، وانت كذلك. يعني لازم يكون الطرفين هما الاثنين واخدين بالهم كويس جدا، انت بتحب كذا فانا براعيه باخد بالي منه، انت بتتضايق من كذا فانا بتجنب الحاجات اللي بتضايقك، وانت كذلك. بمعنى ان دايما اقول ان العلاقه دي لازم يكون في كفتين ميزان، الكفه دي فيها اهتمام، فيها سؤال، فيها كذا فيها كذا، الكفه الثانيه فيها نفس القدر من ده، يبقى الطرفين بيدوا نفس الاهتمام ونفس المشاعر ونفس احساسي بيك واحساسي برغباتك وان انا اتجنب الحاجات اللي بتضايقك وهكذا. عشان اكون بحترمك يبقى لازم اخد بالي كويس جدا ان ما يكونش في تجاوز في الالفاظ. ما ينفعش ان احنا من واحنا مرتبطين او مخطوبين يكون عادي بالنسبه لي ان انت تشتمني وان انا اشتمك، وبعد شويه ان انا اتهاون مع انك تغلط لما تكون متنرفز مثلا فتشتم بالاب وبالام.
او ان يكون هزارك هو الهزار ده بالشتيمه او بالتجاوز اللفظي، زي ما بنسمع كتير خاصه الشباب عندهم عادي جدا حتى الهزار بتاعهم هزار بالشتيمه. فلو انا تقبلت ده من البدايه وبقى عادي بالنسبه لي ان احنا نهزر بالشتيمه، وبعد شويه لما انت تتنرفز او انا اتنرفز اشتمك وتشتمني، وبعد شويه بعد ما تبقى شتيمه عاديه يبقى فيها شتيمه بالاب وبالام، هل ده وسط ممكن تبقى الاسره دي اسره سويه واسره كويسه، والاطفال اللي تطلع يبقى بالنسبه لها ان هي تسمع الشتيمه والتجاوز اللفظي ده بالنسبه لها شيء عادي ونورمال ومتاح فبالتالي بعد كده انا اجي ازاي الوم ابني لما الاقيه بيشتم اذا كنت انا قدامه بشتم؟ بحترمك يعني انت بالنسبه لي قيمه، بحترمك يعني انا شايفاك حاجه مهمه، حاجه كتير برضو بنشوفها دلوقتي ان انا اقلل منك او ان انا ابقى حاسه بعد شويه ان انت ولا حاجه، ورغم كل مجهودك ورغم كل اللي بتعمله علشان البيت ولا حاجه. فانا مش ممكن يكون ده احترام. فانا علشان احترمك لازم اشوفك قيمه، اشوفك انت بزعلك بمشاعرك برغباتك باللي انت محتاجه مني حاجه تستحق ان انا اهتم بيها. هو ده الاحترام. اذا فقد الاحترام مش ممكن العلاقه تكمل، واذا حصل شرخ في الاحترام اللي موجود ما بيننا فانا شايفه ان مش ممكن يكون في مداواه ولا في علاج لعدم الاحترام، ولا ان علاقه تكمل صح وتبقى علاقه سويه وهي ما فيهاش اتنين بيحترموا بعض. طيب يا دكتور، امتى احس بقى ان دي علاقه مسمومه وان انا لازم انهيها؟ وقت ما احس ان الطرف اللي قدامي بيستنزف مشاعري، بيستنزف اعصابي، ما بيهتمش بيا ولا برغباتي ولا بمشاعري ولا باهتماماتي ولا انا عايزه ايه، وبقول له كتير انا بزعل من كذا، انا نفسي في كذا، ما بيهتمش بده. وقت ما بنزعل، طب ما يمكن يكون بيهتم بس انا مش واخد بالي انه بيهتم علشان انا عايز اهتمام اكبر. لا هو انا ما اقولش ليه انا عايز الاهتمام يكون شكله كذا، وانت كطرف طب وده تراعي. مش ترند الاهتمام ما بيطلبش، فانا اكيد انت ليه ما حسيتش، انت ليه ما فهمتنيش، انت ليه مش واخد بالك ان انا كنت عايزه بسال. هو زي ما قلت قبل كده، في كفتين ميزان يا جماعه، مش لازم الكفتين يكون فيهم نفس القدر بالظبط من الاهتمام ومن المشاعر ومن الحنيه ومن السؤال. ما قلتش اللي هو بالملي، لا، بس يكون في قدر معقول، في توازن بالفعل يعني. لكن ما ينفعش تكون الكفه دي فوق قوي ودي تحت قوي، ما ينفعش ايا كان الطرف مين يعني. ما ينفعش طرف من الاثنين يكون بيسال وبيهتم وبيراعي مشاعرك وبيراعي انت بتحب ايه وبيعمله وما بتحبش ايه ويتجنبه، وبعدين تيجي تقول لي انت ما بتهتمش. لا مستحيل يعني. انا مش هقول لك كده وخلاص. ان انا اكون ما بفرطش فيك وقت الزعل، ما بتهونش عليا وقت الزعل، مش بخصمك بالاسبوع وبالاثنين وبالثلاثه وبعد كده ارجع انا كنت فين الاسبوع واعمل لك بلوك والبلوك قمه الاهانه يعني. الناس كتيره بتتهاون بالبلوك. ما تقوليش انا هعمل لك بلوك وارجع بعد اسبوع ولا اتنين اقول لك انا اسفه يا حبيبتي، انا اسف يا حبيبي. ما ينفعش. ما ينفعش. خلينا نشوف ان البلوك ده مش حاجه سهله. البلوك ده يوم ما تعمله فانت مقرر ان انت بالفعل بتعمل قتل علاقتك مع الانسان ده. انا ما ينفعش يكون الشخص ده حد ذو قيمه بالنسبه لي، وفي ما بيننا مشاعر وفي ما بيننا عمر وفي ما بيننا عشره، واعمل له بلوك وبعد كده اتخيل ان انا طبيعي ارجع تاني ارجعه لحياتي. لا يليق ولا يجوز وما ينفعش. دي اهانه. فهرجع اقول تاني، الاحترام ان انا مفيش حاجه اسمها اعمل لك بلوك. حتى لما نيجي ننهي باحترام، حتى لما نيجي ننهي بود. الاحترام اللي ان انا اراعي العشره اللي كانت موجوده ما بيننا، ان انا انهي بتحضر، ان انا انهي برقي، ان انا اعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فراق بمعروف وتسريح باحسان. انا عايزه ابعد، طب اوكي انا هبعد، بس وانا حتى لما افتكر ان الانسان ده كان انسان راقي حتى في بعده، حتى في زعله. لكن ايه اللي يخليني اقول ان انا في علاقه مسمومه؟ ان انا كل يوم في نكد. ما ينفعش تيجي تقولي لي انا بحبه وما اقدرش استغنى عنه واحنا بنتنفس خناق، اختلافنا اكتر من اتفقنا، وبعدين اقول لك بحبه. لا مش هتحبيه، مش هتفضلي تحبيه واحنا مختلفين في كل حاجه، واحنا مختلفين في الطباع، في المبادئ، في القناعات بتاعتنا مختلفين. طب احنا الخلاف ده مخلي فيه حاله من النكد. مش ممكن الحياه تستقيم مع النكد يا جماعه، مش ممكن. طب امتى نسميه نكد وخناقه، وامتى نسميه ان احنا بنحاول نتفاهم علشان نوصل لنقطه ترضي الطرفين؟ يعني ممكن ان انا الشريك اقول له على حاجه مش عجباني فيك فبلفت انتباهه، فهو ممكن يحسبها ان انت بتعلق عليا، انت عايز ننكد، انت كل يوم بتنكد. ما يمكن انا بسعى مش للكمال ان انا اوصلك للكمال، لان انا اكيد مش كامل، بسعى للاتفاق. بسعى للاتفاق. حلو ده. فان انا الفت انتباهك ان ده شيء بيضايقني
مش معناها ان انا بتخانق معاك. ده بقى برضو زي ما قلنا قبل كده، ده من البدايه. هو احنا متعودين على ايه من واحنا مخطوبين؟ عشان كده بقول ايه المشكله لما تطول فتره الخطوبه؟ بس افهم صح، هي تفهمك صح وانت تفهمها صح، وتدرسوا بعض زي ما انتوا عايزين صح، ونوصل احنا متفقين ولا مختلفين. انهي اكتر، الاتفاق ولا الاختلاف؟ لو احنا مختلفين اكتر، لو بنكح خناق وبنتنفس خناق وبناخدها مع الوجبات الخناقات بتاعتنا، مش ممكن نكمل. مش ممكن اقول انا هكمل حياه سويه وحياه صحيه وحياه يطلع فيها اولاد اسوياء، وانا شخصيا اكون انسان سوي ومرتاح ومبسوط، وانا حياتي كلها نكد. لو احنا من البدايه حطينا الخطوط الاساسيه العريضه اللي ما بيننا علشان نتوافق وعلشان نتفق، هيبان اذا كنا متفقين ولا مختلفين. هيبان. هو انا يعني اصل الموضوع مش موضوع مباراه مين فينا اللي هيفوز. هو احنا داخلين في جدال وفي نقاش عشان انا يا سلام انا في النهايه انا اللي بقى ايه مساحتك باستيكه في الكلام؟ مش ده هدفنا. يعني هدفنا انا بعرف ايه اللي بتحبه وببقى حريصه عليه لو انا بحبك بجد، وحضرتك كذلك لو بتحبني وباقي عليا ومتمسك بيا، فانت هتبقى عايز تعرف ايه اللي انا بحبه، تتمسك بده. ايه اللي بيضايقني، ايه اللي بيزعلني وانت مقتنع بالفعل بده، فتتجنب ده. احنا بنعمل ده ليه؟ درءا للمشاكل. يعني احنا خلينا نتجنب المشاكل، نتجنب النكد، نعرف سعادتنا فين. انا دايما بقول السعادة قرار واختيار، والتعاسة قرار واختيار. لما حضرتك يكون من البداية باين ان انا مش متفقة معاه واخترتي تكملي معاه رغم ان انتوا بتنكدوا طول الليل والنهار، بس شايفة ان انا بحبه وهو بيحبني، حب ايه اللي هيكمل مع النكد ومع الاختلاف عمال على بطال وليل ونهار؟ طيب مفيش ده حب ما هيستمر. بياخدناش لنقطة ان في ناس بتقول ان انتوا لو متفقين قوي او شبه بعض قوي ده بيجيب بعد كده ملل وزهق لا، هو لازم اكون متفقة معاك وشبهك. ما ينفعش، بالعكس ازاي اكمل معاك واحنا مختلفين؟ يعني خلينا نقول مثلا لو انا ملتزمه بالصلاه وملتزمه بالفروض الاساسيه بتاعت ديننا وحضرتك غير كده خالص، انا هفضل كل يوم والتاني الاول ابقى حابه ان انا اشدك بس بحب وبنصح وان انا عايزه جوزي يصلي ويبقى ملتزم وكذا. بعد شويه هبتدي توجيهي ليك في تأنيب، بعد شويه هبتدي ان انا احس بنفور منك، تمام؟ بعد شويه هقول لك انت ازاي ما بتصليش وعايز ولادنا يصلوا. طب وانت ليه ابتديتي كده؟ يعني انا مش هعلمك وانت عندك مثلا 30 سنه ولا 32 سنه ولا 34 سنه، مش هعلمك دلوقتي الصلاه واخدك يلا اخد بايدك وادخلك المسجد مثلا. ففي خلافات اساسيه لو انا من البدايه واحنا مخطوبين انا زي ما قلت لك قبل كده شايفاك ان انت كسول وان انت سلبي وان انت متشائم وان انت بتصحى الصبح شايف الدنيا سواد في سواد، وانا عكسك تماما. عايز تقول ان احنا بعد الجواز هنتفق وهنكمل؟ مش ممكن. فخلينا من البدايه انا اختار اكمل صح عشان اكون سعيده، وحضرتك تختار تكمل صح عشان تكون سعيد. طب احنا علشان نكمل صح لازم نبقى متفقين. لما تكون من البدايه شايف الخلاف وتدوس وتكمل، مثلا واحده حساسه بشكل مفرط او حساسه والتاني عصبي جدا او فج بمعنى انا كتير بشوف بنوته تقول لي ناشف، انا ممكن اكون بعيط او حاجه وجعاني او حاجه مضايقاني او حاجه مزعلاني وهو شايفها هيافه. طب انت فضلتي شهور خلال فتره الخطوبه او سنه شايفه ده وشايفه ان وقت زعلك ووقت عياطك ووقت المك ووقت كذا هو ما بيقدرش ده ولا بيحس بيه، كملتي ليه؟ ما هي دي حاجه مهمه. ما هو انا مش معقوله يكون حد شايفني على طول الخط وانا تعبانه وانا عيانه وانا مرميه في السرير وانا كذا وانا كذا، شايف ان انا بتدلع ومش حاسس بحاجه من دي، او حتى اهتماماتي الصغيره هو مش شايفها ان هي ذات قيمه. بتكملي ليه؟ في ناس تقول لك يبقى احنا كده مش هنتجوز. لا طبعا، مين اللي قال كده؟ اصبري وهتلاقي اللي شبهك وهتلاقي اللي شبهك، وده مش هيعمل فتور، بالعكس هو لازم النكد هو اللي يبقى موجود عشان يعمل مش عارفه ايه والكلام الفاضي بتاع الحب بقى. ده كلام مش حقيقي خالص، ده كلام مش حقيقي خالص. انا لازم ابقى شبهك وابقى متوافقه معاك وطباعنا زي بعض. لو طباعنا عكس بعض يا جماعه مش هنكمل، ولو كملنا هنكمل علشان الولاد. طب ده بياخدني بقى لسؤال مهم جدا. اتفضل. امتى احس ان انا حبيت الشخص اللي عمل لي حاله حلوه، مش حبيت ان انا اعيش في حاله حلوه ونسيت ان ده شخص يتحب ولا ما يتحبش؟ يعني في ناس فتحب الحاله اكتر من حبها للشخص. تمام. مع ان انا بشوف ان ممكن الشخص الحلو هو اللي بيولد الحاله الحلوه. اكيد. امتى اعرف افرق ان انا بحب حاله مش حابب الشخص؟ لما حضرتك بقى تنضج عاطفيا وتعرف تحس كويس جدا انا حابب ان انا بكلمها المشاعر دي مشاعر تعلق ولا هو انا مثلا في حاله من حالات الاحتياج العاطفي
فانا محتاجه اللي بحبك واجيب لك هديه وتجيب لي هديه حتى بعيد عن الجانب المادي بتاع لا اقصد الاهتمام لوحده. الاهتمام احساسي انا كأنثى ان في راجل بيقول لي رحتي فين، عملتي ايه، لو احتجتي حاجه رني عليا، لو مش ده حاجه جميله جدا. ومشاعر الحب جميله، والمشاعر لا يختلف عليها اتنين ان هي بتعمل حاله جميله جدا جدا في الحياه. بس برضو ما ينفعش يكون الشخص ده هو عامل لي الكلام ده كله، وعامل لي الجو الحلو ده، وعامل لي اشباع عاطفي، تمام، بس بقيه الجوانب مش موجوده فيه. يعني عامل الكلام ده كله بس هو نايم في السرير وانا من 7 الصبح في الشغل، انا شايفه الدنيا حلوه وان ربنا سبحانه وتعالى بيكافئني على مجهودي وكذا وكذا، وهو شايف ان احنا بننفخ في قربه مقطوعه، وان احنا مهما عملنا الاوضاع سيئه وان احنا مش هنطلع يوم لقدام. تفتكر بقى اهتمامه بيا وحبه ومشاعره، هو عايز يسهر للساعه 5 الفجر يحب ويتكلم في التليفون وانا عندي بعد ساعتين شغل. هو سيادته نايم في السرير ما عندوش شغل، فبالتالي مش حاسس باللي انا حاسه بيه، فانا راجعه منهكه مرهقه، هو عايز وقت ما يصحى من النوم الساعه 4 5 يلاقيني في اوج نشاطي وقاعده مستنياه نحب ببعض ونتكلم وننام. عايز تقول ان اتنين زي كده بالظروف اللي زي دي هيكملوا، هيكونوا سعداء ونفس المشاعر هتفضل متأججة ومشتعلة؟ طب تقولي ايه حضرتك للناس اللي خدت قرار ان هي تكمل علشان شافت نفسها قطعت شوط كبير قوي، ولما اصطدمت بحته ان ما كانش ده، بس انا اوريدي حبيت الحاله، ففي خلال حبي للحاله ده احنا قضينا مع بعض وقت طويل جدا، فخلاص انت كتبت عليا وانا كتبت عليك. كتير بقى بيبقى شايف ان ايه، مستخسر اللي فات، مستخسر كمان ان هو في حاجات حلوه بس الجانب الأسوأ ولا الجانب الإيجابي أكتر؟ المشاكل أكتر ولا الاتفاق أكتر؟ اختلافاتنا أكتر ولا الجوانب اللي احنا متوافقين فيها مع بعض أكتر؟ أنا لازم أقيس ده. طب وقت ما وقفت وقلت يا خسرت اللي فات ويا خسرت الحب والصور اللي أنا عمالة أتفرج عليها والذكريات اللي ما بيننا وأنا مش قادر أخد الخطوة دي، مفيش حاجة اسمها كده. دايما بقول، ودي مقولة حقيقي، وجع ساعة ولا كل ساعة ده صح بنسبة 100%. أنا هتوجع شوية أيا كانت الشوية دي، بس أفضل بكتير من أن أنا ابتدي حياة وأطلع فيها بلقب منفصلة ومعايا طفل أو 2. طب ليه أعمل ده في نفسي وليه أعمل ده في الأطفال؟ كل ما كنت قادر أن أنا أتريث وأن أنا أشوف صح احنا متوافقين ولا لا، أفضل بكتير. امتى أقول أنهي العلاقة؟ وقت ما أبقى فعلا على يقين أن العلاقة دي علاقة سامة، وقت ما أكون بالفعل نبهته وقلت له ان انا تعبانه وان انا مش مستريحه وان احنا في حاله من النكد والاختلاف الدائم، وان احنا مش هنعرف نكمل بالشكل ده كتير، وهو قافل ودانه ومغمض عينيه ولا سامع ولا شايف اي حاجه من الكلام ده. ازاي لو انا ادركت ده ازاي انهيها؟ بمنتهى التحضر وبمنتهى الرقي وبمنتهى البقاء على كل الذكريات الحلوه دي، انها تفضل ذكريات حلوه، فراقم بالمعروف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. ويوم ما انهي واديت بالفعل فرصة تكفي للشخص التاني وللطرف التاني، وعافرت وتمسكت وما فرطتش وحاولت اتشبث بيه لاخر نفس، وانه يحصل ما بيننا وفاق. انا مش عايزه اقول ان انا اصلح، مفيش حاجه اسمها اصلح، في حاجه اسمها محاوله ان احنا فعلا نتفاهم. اذا في بينا خلاف احنا بنحاول نتفاهم، تفاهمنا والدنيا بقت لطيفة هنكمل، ما تفهمناش بعد إذنك وبعد إذنك، فراقم بالمعروف بمنتهى التحضر. نخلي سواء كانت العلاقة ما بيننا خطوبة، ارتباط، جواز، نخلي آخر حاجة ما بيننا السطر الأخير اللي موجود في الصفحة اللي احنا بنقول لازم تتقطع. الصفحة دي لازم أقطعها. يوم ما أنهي علاقة أعمل حقيقي انهاء تام للعلاقه، ما سيبش الباب موارب خالص اطلاقا. اصل قال لي كل سنه بس من غير عيب بقى ان انا اعمل بلوك، ما يصحش، انا ضد البلوك. بس انا عملت قط للعلاقه بمعنى الكلمه، انهاء تام للعلاقه. واخر سطر في الصفحه قبل ما اقطعها هو سطر كل الكلام اللي فيه كلام محترم ومهذب وراقي، احنا بنحافظ على ان الذكرى فعلا اللي ما بيننا تبقى لاخر لحظه بغض النظر عن اختلافنا، بس احنا لما بعدنا برقي. طيب وبعدها مش هفتح الصور واقعد اراجع بقى اللي كان بعد اذن حضرتك اعملي بقى كل الصور دي تعمل لها ديليت خالص. ولازم اعمل بقى حاجه اللي احنا بنقول عليها ستوب ثينكينج، يعني انا بعمل وقف للتفكير في الحاجه اللي انا بالفعل عايزه اتعافى منها. انا عايزه اتعافى صح من العلاقه دي، فانا دلوقتي عايزه امنع نفسي ان انا افكر فيها. فانا وقت ما كل ما تيجي الذكرى دي على بالي او الشخص ده على بالي، او عايزه اطلع الصور اتفرج عليها، او وانا على المخده بقى كده يا سلام بفتكر اللي راح واللي جه،
بعد اذنك قومي اعملي حاجه تانية، فورا يتعمل حاجه تانية. يعني انا دايما بقول عندك جيم، عندك ايروبكس، عندك تنزلي تتمشي، عندك تعملي تحبي القهوه، قومي اعملي قهوه، قومي افتحي التلفزيون، قومي اتفرجي على مسلسل كوميدي، قومي امسكي المصحف اقري فيه، قومي صلي ركعتين لربنا وادعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا يساعدك انك تتخلصي من المرحله دي وانك تتعافي وباسرع وقت. امتى احس ان انا اتعافيت؟ لما احس بالفعل ان انا الشخص ده انا بشوفه وبيجي على بالي ما بعيطش، ما بتفاعلش مع كون ان انا شفته. عرفت ان انا بالفعل يعدي عليا يومين 3 4 5 وكل ما الفتره بقت تعدي بقى الموضوع بيبقى اكتر، بدل ما كنت ليل نهار مش بيفارق بالي وبفكر فيه على طول ومكتئب ومودي وحش مش عارف اعمل حاجه. يعني في ناس كتير جدا حياتها بتتوقف وقت ما بيحصل انهاء لعلاقه عاطفيه ما الحياه بتتوقف. وقت ما ببتدي انا ارجع تاني، ارجع شغلي، ارجع لاصحابي، ارجع اشوف الدنيا، ارجع اشوف مستقبلي، خلينا نقول مفيش حياه بتقف على حد. وده مش دعوه لان احنا نسيب بعض، بس دعوه اني ما اكملش مع حد. ما ينفعش ان انا اكون معاه في حياه سويه. تجنبا للخساره اللي هتحصل بعد كده. الخساره اكبر بكتير. الخساره لما اكمل مع شخص ما فيش ما بيننا توافق، الخساره اكبر بكتير. انا ليه بختار؟ انا بقول يا جماعه السعاده قرار واختيار، والتعاسه قرار واختيار. اختار ان انت تكون سعيد مع شريك صح. ما تقولش انا فاتني قطر الجواز ولا هي تقول انا فاتني قطر الجواز. مفيش حاجه اسمها كده. اركبي العربيه الصح. ولو في باب بيضعفني، يعني في باب ما بيني وما بينه، مع الاسف هو ممكن تبقى محادثه، ممكن يبقى مكان شغل، ممكن يبقى صله قرابه، هو ابن عمي، ابن خالتي، ايا كان. يعني في حاجه هتخلينا في يوم من الايام هو يدخل لي منها. اقفل كل البيبان، احط يعني حيطه فولاذيه ما بيني وما بينه بكل الطرق علشان ما ارجعش تاني. ما دام اديت له كل الفرص. انا مش بقول ان هو غلط ولا ان انا اللي واو ما فيش فيا اخطاء. انا بقول ان انا وانت اختلفنا لدرجه ان احنا مش عارفين نتعايش. مهما كانت المشاعر قويه ما بيننا مش هتكمل بينا الحياه واحنا مختلفين بالشكل ده. لما اوصل لده واحاول بكل الطرق ان انا وانت نزق بعضنا والحياه تبقى جميله ولطيفه، وده ما ينفعش، تمام، انا بحط حائط فولاذي ما بيني وما بينك. كل باب ممكن يخليني اعرف عنك حتى اخبارك بعد اذنك ما تحاوليش. ما فيش حاجه اسمها اقول له صباح الخير، ما فيش حاجه اسمها اقول اصل بينا عشره فانا عايزه اطمن عليه، ولا هو يقول اروح اشوف قطعت شرايينها ولا لسه. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لان كتير جدا بلاقي ثغرات ادخل منها. طب بس مش معقوله اشوفها عايشه ولا جرالها ايه، طب بس مش معقوله اشوفه عمل ايه في دنيته، ده كان هيسافر، طب اطمن عليه، طب عشان العشره والعشره ده عيد ميلاده النهارده، ده عيد ميلادها النهارده. خلصت. انت رجعت تاني هتلاقي نفسك بتتزحلق زي بالظبط اللي على الزحلية كده لقى نفسه تحت. هو كده بالظبط. فبعد اذنك نهيت انهي صح، بعد اذنك نهيت ما تبصش تاني لورا. انهي ازاي العلاقه؟ طيب خلاص بعد ما حاولنا وناس اتدخلت وحكموا من اهلها وحكموا من اهلي وخلاص احنا وصلنا مع بعض للحته دي. تمام. يبقى رقم واحد، خليني اقول لك دايما انا برضو وجهة نظري الشخصية، لو انا انسان وانسان راقي فانا هتعامل من اول لحظة لاخر لحظة بانسانيتي دي. بمعنى انا في قلبي رحمة، فانا بالتالي الاساس بتاعي انا ما ينفعش احرم ولادي من ابوهم ولا احرمه من ولاده. فده رقم واحد، انسانية ورحمة. رقم 2 بقى لما اكون بفكر في حالة السواء النفسي اللي المفروض ان انا احافظ ان ولادي يتمتعوا بيه، فعلشان يكونوا في حالة من السواء النفسي هم لازم تكون علاقتهم بباباهم علاقة سوية جدا. فاحنا لما ننهي صح وننهي برقي وننهي بتحضر وننهي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فراق بالمعروف وتسريح بإحسان، ننهي واحنا لاخر لحظة بنحافظ على الذكريات الحلوة اللي ما بيننا، العشرة اللي ما بيننا، المودة والرحمة اللي كانت موجودة في البيت ده، بغض النظر عن الخلافات او عن ان احنا ما عرفناش نكمل لأيا كان السبب. فانا لازم رقم واحد انا بتعامل بإنسانية، فانا مش هقدر ان انا احرمك من ولادك. تمام. رقم 2 لما الولاد يشوفوا ان العلاقة ما بيني وما بينك علاقة متحضرة وعلاقة راقية، فانا بطلع البذرة دي بتطلع بعد كده اشخاص اصفياء. ايه المشكله ان انا وانت كاشخاص ما عرفناش نكمل مع بعض ومش متفقين، لكن عارفين ان احنا نكمل صح
في ان احنا نحافظ على اولادنا. ايه المشكله ان احنا نكون بنتقابل عادي في مكان عام احنا واولادنا؟ ايه اللي فيها دي؟ ايه المشكله؟ طب ما انا ممكن اكون بشتغل وانت بتشتغل فبنحتك بناس، ايه المشكله؟ احنا مش اعداء. يكون الاساس اللي ما بيننا الرحمه والانسانيه، الاساس اللي ما بيننا ان انا عايزه احافظ على الولاد دول يطلعوا اشخاص اسوياء، الاساس اللي ما بيننا مصلحه الولاد، الاساس اللي ما بيننا نفسيه الولاد، الاساس اللي ما بيننا ان في ما بيننا عشره انا فاكرها وبالتالي انا بحافظ عليها ان هي تفضل كويسه. اختلفنا بس انا فاكر لك الكويس. الاساس اللي انا مكمل على من خلاله ايه؟ انا فاكر لك الحاجات الكويسه كلها اللي عملتها علشان. في ناس لما بتيجي تختلف مش فاكر لك حاجه خالص حلوه، يا نهار ابيض، طب كل العشره والسنين اللي فاتت ما فيهاش حاجه حلوه، وده مستحيل. وبرده خليني اقول اللي انا بقى مقتنعه بيه، لو في طرف من الاثنين اتعامل بالانسانيه وبالتحضر وبالرقي ده، بنسبه كبيره جدا احتمال ان هو يجبر الطرف الثاني انه يعمل ده. يعني انا بشوف في ناس كده، لو في طرف منهم اتعامل بده الاول، الطرف الثاني بيبقى بالفعل مجبر او بيخجل ان هو يتعامل غير كده. وبعدين ما ينفعش تيجي تقول لي ايه بقى، يعني احنا اتخاطبنا بما فيه الكفايه ان انا اشوف ان الانسان اللي معايا ده بنفس القدر في الجانب الاجتماعي والرقي الاخلاقي، مش حد فوق قوي وحد تحت قوي. فمش ممكن ان انا اكون عارفه كويس انا اخترت حد ابن ناس ومتربي صح وعلى خلق وعلى دين وعلى كذا وعلى كذا، ولما نيجي نختلف يحصل بقى ان احنا نقف لبعض في محاكم والحاجات دي. ما افتكرش ان ده هيحصل. من الرقي وولاد ناس متربيين كويس وفي اسس احنا الاتنين شبه بعض فيها، فاحنا لما نيجي نختلف هنختلف برقي وتحضر. لو حد فينا حاول ان هو، يعني مش عايزين نقول ينتقم لان كلمه الانتقام دي انا مش بحبها ابدا، بس حب يتعامل بان انا ايه، انت جرحتني او انت اذيتني او ان انت كنت مثلا حاجه ما سببت لي مشاكل او اذى نفسي او لا، هو هيلاقي نفسه مجبر يتعامل بنفس القدر بتاع الاحترام والتحضر والرقي اللي الطرف الثاني بيتعامل بيه معاه. فلازم نفكر كويس جدا واحنا بننهي علاقه فيها اطفال، ان الاطفال دول انا عايز يطلعوا اسوياء. لازم. طيب نقول ايه بقى للعلاقات الزوجيه اللي هي زي مثلا اكيد اتعرض على حضرتك حالات فيها جفاء، يعني فيها نوع من انواع الحاله تدهورت، العلاقه تدهورت لدرجه ان الناس دي ما بقتش فارق معاها هي تكمل ولا اصلا ما تكملش، هم مش شايفين بعض واللي بينهم حلو كتير. يلحقوا ازاي الدنيا دي قبل ما تبوظ؟ يعني بقول اللي انت ممكن بتقوله دلوقتي ده احنا بنسميه بقى الطلاق العاطفي او الخرس الزواجي والقدر الزواجي. حاله كده بتيجي بعد شويه سنين حلوين ما بين الزوجين، ان دلوقتي في زي ما بتقول بينا اولاد وبينا ذكريات وبينا مشاعر وبينا بس مع الوقت مع ضغوط الحياه مع الفتور مع الروتين مع كذا بدات المشاعر تجف، بدا يحصل فتور خالص ما بينا، فبقينا عايشين تحت سقف واحد بس مش طايقين بعض. الخلافات والخناقات والعدم التفاهم بدا يحصل تراكمات كتير ما بينا. لازم الحق ان كل مشكله تتحل اول باول علشان ما يحصلش كلكيعه كبيره جوه. ما افضلش احط مشكله فوق مشكله فوق مشكله لحد لما المخزون اللي جوه اللي ناحيتك بقى سيء جدا، المخزون اللي جوه الوحش او السيء بقى اكتر بكتير من المخزون الحلو. بدل ما كان فيه ذكريات حلوه ومشاعر جميله لا بقى الجانب الاسوأ اكتر. علشان كده لازم اول باول مشكله بمشكله نحلها. بتزعل من ايه؟ زي هرجع تاني للاول، بتزعل من ايه اتجنبه، بتحب ايه ابقى حريصه عليه. كل طرف مننا لازم يعمل ده علشان نعرف نكمل. اول لما نحس ان الدنيا بدات توسع والمسافه توسع والفجوه توسع وتبعد ما بيننا، طب اذا احتجت حد متخصص في علاقات اسريه ليه ما اروحش؟ امتى احس ان انا محتاج حد متخصص؟ لما الاقي ان احنا مش عارفين، مفيش نقطه نلتقي فيها. وانا عايز اكمل بالمركب ده وبالسفينه دي، عايزه ازقها وبس، مش عايزه ازقها والسلام. انا مش عايزاها تمشي كده وتوصل لنص البحر واحنا مش عارفين نعمل ايه. يعني انا عايزاها تمشي بس تمشي صح، انا اكون سوي وهي تكون سويه والاولاد يكونوا اسوياء. يعني المشكله ان ناس كتيره بتفكر تقول لك ايه، وده سائد بنسبه كبيره قوي، مكملين عشان الولاد. يعني ايه مكملين علشان الولاد؟ طب ما انا انسانه، انا ليا احتياجاتي العاطفيه وليا احتياجاتي ان انا اعيش في حاله من السواء النفسي والسعاده. انا عايزه ابقى مبسوطه، انا مش عايزه اعيش والسلام، انا مش عايزه اعيش مع شخص انا مش طايقاه ولا هو طايقني، وعايشين عشان الولاد وعلشان الظروف الماديه وعشان ما شيلش لقب مطلقه. مش عايزين نعمل الكلام ده. فوقت ما احس ان احنا خلاص عافرنا، لازم يدخل حد متخصص فاهم يعرف يقرب. طب ما عرفش يقرب، لا خلاص يبقى نفترق بقى بالمعروف، بعد برضو ما ناخد خطوه عشان نبقى حاسين ان احنا عملنا
كل اللي في ايدينا، كل ما في وسعنا عملناه، مش عارفين نلتقي. طب حضرتك بتتصرفي ازاي لما طرف من الطرفين يؤمن بانه لازم يروح لمتخصص والطرف التاني لا؟ لازم نحاول نقنعه. لازم يقتنع، بس عشان الاقي نتيجه الطرفين لازم يكونوا مقتنعين بنفس الدرجه، مؤمنين بفكره ان الاتنين لازم يكونوا بالفعل عايزين يحلوا. طب جالي واحد جاي كده والسلام تقضيه واجب، او جاي علشان هو زوجها زن عليها واحنا لازم نروح لحد متخصص يحاول ويعمل، هي مش مقتنعه. لازم الاتنين بالفعل جايين عندهم نفس الرغبه، بنفس القوه، بنفس الدرجه، بنفس الايمان ان احنا هنعمل حاجه، ان احنا هنحل. احنا الاتنين عندنا هدف واحد، ان احنا بالفعل نزق بالحياه دي وصح، نزق صح، ما يحصلش اللي احنا بنقول عليه اللي هو القدر الزواجي، عايشين وخلاص. ليه عايشين وخلاص؟ طب ما انا هيجي وقت الزوج هيقول لك مش سعيد، مش مبسوط، ولو عنده القدره الماديه يا اما حاجه من اتنين، يا اما هيروح يتجوز، يا اما هيبقى متعدد العلاقات، بيدخل في علاقه ويخرج من علاقه ويدخل في علاقه وهكذا. ايه اللي بيخلي الراجل يخون؟ وبرده ايه اللي بيخلي الست ممكن تخون؟ اشمعنى قلت الست ممكن وقلت الراجل بقوه؟ علشان ده اكتر، ده الشائع. ده الشائع. علشان اللي احنا قلناه قبل كده، انا مش سعيده وانت مش سعيد. مكملين ليه؟ مكملين عشان الولاد. مكملين ليه؟ علشان احنا المركب دي مش هينفع تزق عشان الظروف الماديه. بمعنى انا لوحدي مش هعرف اشيل مسؤوليه الولاد الماديه، وانت لوحدك مش هتعرف تشيل مسؤوليه الولاد الماديه، او ان انا بقول لك لو انفصلنا انا هاخد الولاد وانت متعلق بالولاد فمش قادر تعيش من غير الولاد، محدش فينا عارف يشيل المسؤوليه لوحده. تمام؟ بنكمل ليه؟ بنكمل علشان سبب غير ان احنا بنحب بعض. لما بتعدي بينا السنين بيقف الراجل ويسأل نفسه، هو انا مبسوط؟ هو الست اللي جوه دي انا بحبها؟ طب هي بتلبي لي احتياجاتي ورغباتي وانا سعيد معاها؟ لما بيشوف ناس بتبدأ حياتها او يشوف فيلم ولا مسلسل ولا قصة حب فيقعد بقى يا ربي وليت الشباب يعودوا يوما والكلام من ده، هو بيراجع نفسه، بيشوف عمل ايه في كل حاجة بقى في حياته، بالذات في الحياة الزوجية هو سعيد فيها ولا لا، ابتدي يراجع نفسه. هي كذلك. طبعا حاصل دلوقتي كتير قوي ان بيبدأ كل الناس المحيطين بيك يقولوا لك ايه، واللي في الفيس واللي في الكتب بنقراه و بدأ في كلام كتير وافكار كتير بتروج على ان، وانا مع ده، ما تكملش لو انت مبسوط، ما تكملش لاي سبب غير ان انت تكون عايز تكمل. تمام؟ طب بيكمل وهو مش قادر ياخد القرار ده لاي سبب من الاسباب اللي قلناهم، طب يعمل ايه؟ بيخون. هو ما عندوش حل تاني، هو مش سعيد معاها، هي مش بتلبي رغباته كما ينبغي، هي مش بتشبع احتياجاته العاطفيه كما ينبغي، فبالتالي بيخون. طيب ازاي ده ما يحصلش؟ ان لو طرف من الطرفين ادرك ان الطرف التاني بيخون لازم بسرعه يحاول وباسرع كمان ما يكون انه يلحقه. تمام؟ طيب هعمل ايه؟ يلحقه قبل ما يخون لو حسوا انه هيخون، لو شم ريحه ان في خيانه، يلحقوا قبل ما يحصل ده. طيب ازاي؟ يعني لازم يكون في حوار ما بيننا، ويكون الحوار فيه حب وفيه ود وفيه رغبه في ان انا ماسك فيك، انا متمسك فيك، انا مش مفرط فيك، انا عايزه اكمل معاك. طيب انت ايه اللي مخليك انك تبعد؟ لازم الست تراجع نفسها كويس جدا، هو ليه خني؟ طب هو ايه اللي ناقصه؟ طب هي ده تعرفه من نفسها تحاول ان هي يعني تنجم؟ لا، اسالي وخليكي دايما حريصه على ان هو بيحب ايه. راجعي نفسك وخليكي حياديه، بلاش تشوفي نفسك ان انت سندريلا وانك عملتي كل حاجه وان رغم كده هو راح خان. لا، شوفي بتديله اهتمام كما ينبغي، بتديله حب كما ينبغي، بتديله مشاعر كما ينبغي، بتشوفي رغباته كما ينبغي، بتشوفي هو بيحب ايه وبتعمليه ولا لا، بتعملي الكلام ده وحضرتك كذلك. فبتبتدي تقلل منه، فبيبتدي ما يحسش بقيمته معاها كراجل وكزوج، ان هي تشوفه فاشل، ان هي تشوفه مش مكفي بيته. الكلام ده كله طبيعي جدا انه يروح يدور بقى على اللي هي بتديله وضعه، واللي بتبتدي من الاول تحسسه ان هو مرغوب فيه وان هو حاجه واو، وان هو تديله مشاعر كان افتقدها ونسيها من زمان. فاحنا لازم الناس وقت ما تحس بمرحله الخطر دي، اذا مش قادره تعمل ده لوحدها، هما الاثنين لازم يشوفوا حد متخصص. الكلام ده كله طبيعي جدا انه يروح يدور بقى على اللي هي بتديله وضعه، واللي بتبتدي من الاول تحسسه ان هو مرغوب فيه وان هو حاجه واو، وان هو تديله مشاعر كان افتقدها ونسيها من زمان. فاحنا لازم الناس
وقت ما تحس بمرحله الخطر دي، انا يوم ما اروح لشخص متخصص انا عايزه بجد يساعدني، عايزاه بجد يلحقني، فانا لازم اكون صادقه وصريحه جدا. انا مش رايحه اجمل لك الصوره، انا مش رايحه اطلع نفسي الملاك البريء وان انا ما فيهاش عيوب وان هو جوزي بس عينه فارغه لا، انا لازم اكون عارفه كويس جدا انا مقصره في ايه، وهو يكون عارف كويس جدا هو مقصر في ايه. حضرتك مؤمنة بعلاقات الصداقة والصحاب ما بين الولد والبنت سواء في الشغل او بره الشغل؟ لا أؤمن إطلاقا بصداقة ما بين ولد وبنت أو راجل وست أو رجل وامرأة، سواء متجوز أو مش متجوز أو هي متجوزة أو مش متجوزة. لا أؤمن إطلاقا. أؤمن بعلاقة الزمالة، خلينا نحطها في مسمى صح. مسمى الزمالة، زمالة ليها إطار، ليها حدود، ما اسمحلكش تتجوزها وحضرتك ما تسمحليش ان انا اتجوزها. يعني بلاش دايما نشوف ان الراجل هو الذئب البشري، هو اللي بيتجاوز. لا، ما في ستات كتيره او بنات كتير بتحاول تتجاوز، فانا لازم احط حدود للزماله. في اوقات انا مجبر، انا بشتغل فبتعامل مع زميلات او العكس، تمام. طول ما انا حاطط الاطار بتاعي صح، طول ما انا حاطط الخطوط الحمراء بتاعتي صح، مش مسموح ان حد يتجاوزها. لكن صداقة عايز تقولي ان انا دلوقتي زي برضو كتير يبدأ يرتبط او يخطب البنت فيقول لها بس خلي بالك فلانة وفلانة وفلانة دول اصدقاء، دول اخواتي، دول خط احمر، دول ما فيش حاجة اسمها كده. حضرتك لن تتقبل هذا. الرجل الشرقي لا يتقبل صداقة ما بين زوجته وصديق تحت اي ظرف ومهما كان. حتى لو صديقه هو تقبل ان هي مراتك تبقى صديقته؟ طبعا لا. فدايما انا بقول ايه، بعد اذن سيادتك ما تجيش تقول لي احنا هنتخطب هنتجوز بس فلانه وفلانه دول ما جايين معايا. لا، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها دي زميله عمل. الزميل ما ينفعش انه يبعت مسج في وقت ما ينفعش ان هو يتكلم في وقت ما ينفعش انه يتكلم خارج اطار مواضيع جوه الشغل بطريقه معينه، بطريقه مهذبه، بطريقه طليقه. مفيش حاجه اسمها اتكلم في موضوعات شخصيه وانت تحكي لي وتفضفض لي وانا احكي لك وافضفض لك ونقعد مع بعض 18 ساعه في اليوم في الشغل، فاروح مش طايق مراتي ولا هي طايقه جوزها. عشان ليه؟ عشان الصديق اللي في العمل ده اصبح صديق، اصبح مقرب، اصبح بتشوفه وبيشوفها اكتر من زوجها، وهو كذلك. حصل ايه؟ حصل ارتباط عاطفي ما بين الصديق وصديقته. ليه؟ لان انت بتسمع لي، بتحكي لي، وبتفضفض لي. طبعا هو اختلاف في وجهات النظر. في ناس كتير شايفه ان هي لا دي صديقه بس وكل مشاعري ناحيتها. خلاص، انا احترم وجهه نظرك، انا وجهه نظري الشخصيه لا مفيش مشكله، نحترم وجهه نظر بعض. انا شايفه ان انا لا ما ينفعش، حتى لو بالفعل مشاعري ناحيتك صديق لا تتجاوز اكتر من الصديق، لكن ما ينفعش الاسرار بتاعتي اقولها لك، او ان انا اعبر لك عن قد ايه شكلك حلو النهارده، ساعتك جميله. هو ده دلوقتي اللي بقى شائع وبقى عادي. ان انت واو ايه اللي انت النهارده عامل، واو انت ايه القمر ده، وايه المصطلحات. انا مش بحب ان انا اقول في مصطلحات انا مش بحب خالص اسمعها، لا على الولد ولا على البنت. ف يعني لا يليق خالص. انا شخصيا ما احبش ولا اعترف بده ولا اقبله، مش شايفاه صح من وجهة نظري. ناس كتيرة تتقبلها فاكيد تمام، اتس اوكي. يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.